السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقدم معاكم منيو الأسبوع. بتمنى الفيديو يعجبكم وتطلعوا بكذا وصفة وتسهل على ست البيت حيرة نتغدى ايه بكرة. بس قبل ما اقولكم على الوصفات، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني. اول يوم في الاسبوع يا بنات، هنا انا عملت سمان وحشيته مرت زي ما انتم شايفين اهو. انا ما رضيتش اجيب فراخ بصراحة عشان الفراخ غالية، فقلت بصراحة مش هجيب فراخ غير لما الفراخ سعرها يرخص شوية. هنا انا جبت 5 سمانات، السمانة كانت عاملة 15 جنيه، جبت 5 ب75، يعني برضو ارخص برضو يعتبر من الفراخ. جبت 5 ونضفتهم حلو قوي زي الفراخ، يعني كمعاملة الفراخ بالظبط، اللي هي تنقعها برضو بالدقيق والليمون وتدعكي فيهم كده بالملح. وبرضو الحتة اللي بتبقى في المؤخرة دي اللي عاملة زي البلية الصغيرة دي لازم تتشال برضو عشان بتعمل زفارة. والحتة اللي بين اللي وراك اللي عاملة زي الكبدة برضو تتشال وتتنقع. وهنا انا بحشاها مرتة، بجيب كمية بصل كده على قد السمان وبضربها في الكبة بس ما تنعمهاش قوي، وبدعكها كده بايدي بحبة ملح وفلفل وشوية كمون صغيرين خالص عشان ما تمررش معاكي. وتحطي معلقة يعني زيت او معلقة سمنة بلدي زي ما انت عايزة. وبعد كده بحشي السمان، وبعد كده بتخيطيه او بتعمليه بالخله. وبعد كده بتقومي بقى مشوحاه كده زي الفراخ. وبصراحه احنا هنا في البيت عندنا بنحب خالص السمان، يعني بنحب السمان كمان احسن من الفراخ. وشوربه السمان يا بنات بتبقى طعمها اصلا اطعم من الفراخ خالص. يعني انتوا ما تقولوش يعني مثلا حجم السمان صغير فهيبقى الفص قليل. انا كذا مره اقول لكم في كذا فيديو اللي مش بكميه اللحوم. يعني لو انت هتاخدي مثلا حته ناب صغير او قطعه لحمه صغيره احسن من حته كبيره. وكل واحد بيمشي على قده وكل واحد بياكل حسب امكانياته. وعملت هنا صينيه بطاطس. صينيه البطاطس انا بعملها ني في ني. بجيب البطاطس وبقطعها شرايح كده، ما تخليهاش ولا تخينه ولا رقيقه. وبعد كده بجيب البصله برضو بقطعها شرايح، وبقطع فلفل شرايح وبدعكها كده بالملح والفلفل. وبعد كده برص شرايح البطاطس عليها، وبكون عصره طماطم، او لو عندك طماطم مسبكه حطيها عليها. وبحط شويه زيت معاهم وفص توم كده بدقه وبقوم حطاه. وبعد كده لما تستوى منك بقوم حطها بقى ايه في الفرن. وهنا برضو السمان انا طلعته دهنته بمعلقه صلصه كده ومعلقه زيت وحبه ملح وفلفل، وحمرته برضو في الشوايه كده حاجه بسيطه عشان ما ينشفش منك. وبس كده يا بنات، ودي كان اول يوم من الاكل بتاعنا. تاني يوم هنا يا بنات عملت اكل تفليته. عملت فول وعملت بتنجان وفلفل وعملت طماطم، طماطم وجبنه وخيار. والبيض ده يا بنات الطريقه ديت بصراحه انا معتمداها حتى في سحور رمضان على طول. انا الكميه اللي انتوا شايفينها دي بيضتين. انت بتجيب البيضتين وبتربوهم الاول كده بملح وفلفل، وبعد كده بتقطعي طماطمايه كده هوت صغيره، وفلفل لو انت عايزه فلفل حراق او فلفل رومي حطي. وبحطي معاها جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، المتاح عندك حطيه. يعني انت لو ما عندكيش مثلا ممكن من بواقي مثلا الجبنه الرومي تحطيها، والجبنه الموتزاريلا حبه برضو صغيرين. الجبنه اصلا الموتزاريلا والجبنه الرومي هي اللي بتخلي كميه البيض يملى معاك الطبق. بتربوهم حلو، تكوني جايبه مقلايه كده هو طاسه كده هو تسخناها حلو، وتحط فيها معلقه زيت او معلقه زبده. بس يا ريت تبقى مثلا تيفال او جرانيت عشان ما تلزقش معاكي. اول ما تسخن قوي تقومي منزله كميه البيض ده فيها وتفرشيها خالص كده تاخد حجم الطاسه. وبعد كده تقومي مغطيه عليها، هتسيبيها مثلا دقيقتين، وبعد كده هتلاقيها اتقلبت لوحدها على الجنب التاني. ولو انت عندك مثلا بسطرمه، حته بسطرمه مثلا مش محتاجاها ممكن تحطها معاها. البيضتين يا بنات عملوا معايا كميه كبيره، لو انت عايزه تزودي زودي. ودي كانت وجبه تاني يوم معايا. هنا يا بنات تالت يوم في المنيو عملت كشري. انا عامله الكميه ديت، انا هقول لكم على الكميه بالظبط اللي انا عاملاها. انا جبت ربع عدس بجبه. انا ما بعملش ربع كله هيبقى كتير. عملت بس الربع ده انا قسمته على مرتين. وجبت الحمص ده انا جايبه تمن بس، عاملاه طبعا كله. المكرونه ديت انا جايبه نص مكرونه اللي هي الصغيره بتاعه الكشري، وكملت كان عندي مكرونه سباكيتي كملت عليها. مش نص ده، يعني هو كان عندي مكرونه وكسرت منها بس حته وحطيته عليها. الكميه اللي انتوا شايفينها دي، انا طبعا احنا يعني الربع العدس ده انا قلت لكم انا قسمته، حطيت عليه كوبايه رز واحده. طبعا ميلا معايا كتير. والمكرونه طبعا نص كيلو مع المكرونه الاسباجيتا برضو رمى معايا كتير. فبصراحه كانت الكميه كبيره، وانا يعني فاض منه لتاني يوم عملت جنبيه برضو اكل.
تمام. هنا اهوت، والخل دوت انا بعمله كده مش على النار، انا بجيب كميه توم وبدقه، وبعد كده بحط عليه خل وبزوده ميه عشان الخل ما يبقاش حامي، وبعصر عليه ليمونه، وبحط حبه ملح بس وفلفل وكمون وشويه كزبره ناشفه. والشطه دي يا بنات انا بجيب المقلايه كده وبحط عليها فيها نقطه زيت، وبجيب الشطه البودره وبحط عليها مثلا معلقه، وبجيب الصلصه اللي هي صلصه الكشري بحط عليها يعني ايه تغرفي كده مغرفه بمغرفه الشوربه عليها، تتقلب بس كده اهو، تتسبك تسبكتين كده اهوت وبس، وده يبقى الشطه. وانا برضو يا بنات في كل فيديو انا هحط لكم المنيو ده، انا حاطه لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات بالتفصيل في صندوق الوصف اللي هو من تحت. في نفس يوم الكشري انا عملت الكيكه دي يا بنات، انا كبرت الصينيه عن كل مره، انا كل مره كنت بعملها معاكم بكوبايتين دقيق، وكنت بحط بيضتين. المره دي انا حطيت كوبايتين ونص دقيق مع 3 بيضات مع كوبايه حاطه زيت مع زبده اللي هي زبده فرن. بصراحه يا بنات زبده فرن دي في الكيكه صراحه بتبقى طعمها حلو. وحطيت كوبايه سكر، وحطيت معلقه واحده بس بيكنج باودر كبيره، بيكنج باودر الشيف، وحطيت يعني شويه لبن، يعني اللبن حسب بقى الدقيق معاكم، يعني حسب كل دقيق. انا هنا مستعمله دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، ينفع مع في المخبوزات وفي الكيكه. وحطيت طبعا فانيليا، وما تنسيش معلقه الخل الكبيره. والصينيه دي يا بنات اللي هي الصينيه اللي بتبقى الوسط، اللي هي في الثلاث صواني اللي فوق بعض اللي هي المربعه، بصراحه رمت معايا كتير وعملت معايا كميه كيكه يعني كويسه. انت حاولوا كده يا بنات في الاسبوع تعملوا مثلا قرص، تعملوا كيكه. الشتا طبعا انتوا عارفين عايز المعجنات، وبينفع معانا برضو في الفطار. ممكن بدل السندوتش الجبنه، وانتوا عارفين العيش الايام ده غالي والجبن اصلا غالي. لو الصبح مثلا كوبايه شاي ولبن، ولا كوبايه شاي مع حته كيكه، خلاص كده احسن من الجبنه واوفر بصراحه. وهنا يا بنات دي رابع يوم انا عملت كابوريا، وعملت رز بالجمبري. الكابوريا دي يا بنات اصلا عندي من العشاء، يعني احنا جبناها في العشاء وتعشينا باللي اتعشينا بيه، والباقي بصراحه انا قلت استغله بقى واعمل جنبيه حاجه للغدا. دي كانت تقريبا 2 كيلو كابوريا او 2 كيلو ونص، فتعشينا بيه، والباقي عملت جنبه رز بجمبري زي ما انتم شايفين. الجمبري ده برضو كان عندي في الفريزر. هو انا زي ما انا قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي اللي قبل كده، عندنا هنا بيبقى في موسم للجمبري، فانا على قد ما اقدر بجيب مثلا كل ما يبقى معايا فلوس بجيب منه مثلا كميه واقشره وعينه في الفريزر، بينفعني بصراحه في اكلات كتير. والجمبري برضو من الاكلات اللي هي برضو اللي اقدر اطلع منها كذا وصفه. فهو الجمبري ده ما كانش ولا كبير قوي ولا صغير قوي. وعملت جنبه طحينه. وبرده طريقه الكابوريا يا بنات وطريقه الرز والجمبري كل ده انا كنت عاملاه في القناه قبل كده. بس اهم حاجه في الكابوريا لما تيجي تعمليها لازم تتغسل كويس جدا، وتشيلي منها اللي فيها غطا كده هو بيبقى صغير، تشيلي منها الرمل. ولو عندك الفرشه اللي بتبقى اللي هي متعلقه ورا دي انا بدعك بيها برضو، اللي هي بتاعت السمك، بدعك بيها برضو، بنضف بيها السمك وبنضف بيها برضو الكابوريا. والجمبري زي ما انتوا عارفين برضو لو جمبري كبير بيبقى فيه كيس الرمل بتاعه لازم نتخلص منه برضو، عشان بيبقى لو احنا سيبناه بيبقى فيه رمل. وتقضينا اليوم ده بالاكل دوت. انا زي ما قلت لكم في اي منيو انا بعمله بحاول مثلا يبقى في المنيو اكله سمك، اكله جمبري، ما هو كل ده من من البحر. هنا يا بنات في اليوم بقى الخامس عملت مكرونه. برضو انا تملي بعمل في الاسبوع بيبقى معايا مكرونه، لا مكرونه بالبشاميل، لا مكرونه سباكيتي بالصلصه، لا مكرونه صغيره. يعني تملي اعملي برضو في الاسبوع كده اكله مكرونه او يومين حسب برضو ما انتوا بتحبوها. برضو طريقه البشاميل دي برضو بالتفصيل برضو انا منزلاها في الفيديو اللي قبل ده على طول. فبرضو لو انت عايزه تشوفيها برضو انا هسيب لكم ده برضو في صندوق الوصف، يبقى اسهل ليكم. اهم حاجه برضو يا بنات في المكرونه بالبشاميل نوع الجبنه اللي انت هتحطيها فوق الوش، يعني نوع الجبنه الموتزاريلا. تملي هتلاقي نوع نضيف، انا تملي بستعمل الاطباء او الحمد. الاطباء اغلى من الحمد. فهي ديت دول اللي استعملتهم بصراحه، ودول اللي انا ضمناهم. ولو عندي برضو جبنه رومي مبشوره بلخبطها مع الجبنه الموتزاريلا وبحطها فوق الوش. لكن موضوع البيض والكلام ده بتاع زمان انا ما كنتش بحطه. وكميه اللحمه المفرومه اللي انا استعملتها برضو في البشاميل هنا اهو ربع كيلو بس. انا عارفه ان الاسعار بقت غاليه واسعار اللحمه المفرومه برضو ارتفعت، بس ربع كيلو انا عملت منها الصينيه دي وفاض منها برضو تاني يوم. انا برضو يعني كملت عليها مثلا ببطاطس محمره. كان عندي مثلا حته فرخه في التلاجة طلعتها وقطعتها اعملها شاورما جنبها.
جنبها. يعني حاولي ايه صرفي نفسك في الظروف والغلا اللي احنا فيه دوت. هنا يا بنات في اليوم اللي بعده عملت ده. بصوا الكفته ديت ده ربع كيلو بس، ودي بطاطس محمره اهي، والكبده دي برضو ربع كيلو، وعملت طحينه وعملت سلطه. والبطاطس دي احنا بنسميها بطاطس مكموره. الكفته دي يا بنات انا زي ما انتم شايفين انا مقطعه بصل فيها وطماطم. الكفته بجيبها وبتبلها عادي بالملح والفلفل والبهارات وبالبصله بتبقى ناعمه. وعشان تكتري كميه الكفته انا قطعت تحتها بقى بصل شرايح، قطع فلفل اخضر او فلفل حراق زي ما انت عايزه، قطع بطاطايه، قطع طماطمايه، وتبليها بنفس التوابل بتاعه الكفته. وبس كده بنات هترمي معاكي، والبطاطس بتبقى طعمها جميل، وبتبقى طبعا شاربه من ايه من الكفته، طعمها بيبقى شاربه من الكفته. والكبده ديت انا برضو شوحتها كده اهو، هي باينه هنا اللي هي غامقه، بس هي بصراحه ما كانتش غامقه بنفس لون الكاميرا كده، يعني الكاميرا هي اللي مطلعاها غامقه كده اهوت. بجيب برضو مقلايه برضو بحط فيها معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده زي ما انت تحبي، يعني وبدي صدمه الاول لايه للكبده. وبعد كده لو انت عايزه بقى ما تحطيش بصل براحتك، عايزه تشوحيها بس في السمنه كده اهوت ومعاها قرن فلفل براحتك. بس انا بحط بصل مع الكبده، وبحط برضو طماطمايه صغيره خالص وفص ثوم وحبه ملح صغيرين ورشه رشه كمون صغيره خالص. عشان انا عندي برضو يعني عندي يعتبر محدش بياكل الكبده دي غير انا وجوزي بس، يعني وجوزي الاكتر كمان بياكل البصل نفسه بتاع الكبده، ما بيحبش الكبده نفسها. وكان هنا في اليوم ده برضو انا كان عندي بواقي المكرونه اللي قلت لكم عليها دي، انا سايباها للعيال، وانا عملت ده الاكل ده على قد انا وجوزي وفاض منه برضو والله يا بنات. يعني برضو الاكل ده احنا ما اكلتوش كله برضو، يعني اللي فاض منه كان منه عشاء بالليل بس كده. واليوم اللي بعده انا عملت معاكم هنا اهوت رنجه وعملت تونه. بصوا يا بنات دي كانت انا كنت جايبه كيلو رنجه وكنت جايبه علبتين تونه، بس انا الكيلو رنجه ما عملتوش كله، والعلبتين التونه ما عملتهاش كلها برضو. هقول لكم ليه. انتوا عايزين بقى تكتروا الكميه تعملوها زي ما انتوا شايفين كده اهو. جبت علبه التونه وافتحيها وقطعي صفي الزيت شويه منها، قطعي فيها قطعي عليها كده البصل صغير، وقطعي عليها طماطميه برضو صغيره وفلفل برضو صغير حسب الكميه اللي انت عايزاها. ورش عليها رشه طحينه، انا نسيت هنا ارش عليها رشه طحينه بس واحنا بناكل افتكرت فرشيت عليها برضو رشه طحينه. واعصري بقى عليها ليمون. والطبق التاني ده برضو رنجة، برضو فصصت الرنجة وشيل الشوك منها كويس جدا، وقطع الرنجة حتت صغيرة خالص كده زي التونة. او لو انت عندك كبة ممكن تضربيها يعني ضربة صغيرة خالص كده في الكبة بدل ما تقطعيها، بس اهم حاجة تكون شايلة الشوك منها. تمام. وبرضو نفس اللي هتحطيه هنا اهو. انا عملت زي ما انتوا شايفين جزء اهوت بالبصل، والجزء التاني ورا اهو اللي انتوا شايفينه ده حاطه البطروخ اهو زي ما انتوا شايفين، وبرده دوت بقيه الرنجه. الكميه دي زي ما قلت لكم علبه تونه ودول رنجتين، فاض عندي برده رنجايه زي ما هي وعلبه تونه برده تانية. برده اليوم دوت في يوم تاني برده بعدها كده باسبوع طلعتها مع وعملت نفس الحركه. اصبح اللي انا ما استعملتش الكيلو الرنجه كلها في يوم ولا علبتين التونه. بس كده بنات، وكده المنيو الاسبوع خلص. اتمنى اللي هو ان شاء الله يعجبكم، واتمنى ان انتوا تستفيدوا وتاخدوا افكار منه. واستنوني ان شاء الله فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع الف سلامة.